السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جايبه لكم خامه جديده، خامه تعتبر اول مره اصورها هنا في القناه. خامه كتان غير الكتان بتاع ناجح اللي كنت دايما بصوره لكم، الكتان اللي وشه زي ظهره، وهوريه لكم تاني هنا برضو في الفيديو. الخامه ديت شكلها من قريب، احب اوريكم النسيج بتاعها من قريب كده عشان اللي حابب يشتري الخامه يبقى عارف شكلها من قريب عامل ازاي. وكمان بحب اصور كمان ظهرها عشان اللي نازل يشتري برضه يبقى فاهم الخامة اللي هو بيشتريها شكلها ايه لو عجبته هنا في الفيديو. فدي الخامة بتاعتنا، خامة كتان. كنت مصورة خامة شبهها قبل كده بس مع اختلاف النقشة من فوق. ده ظهرها كده. لو تفتكروا الناس اللي كانت متابعة الفيديوهات هنا، لو تفتكروا انا كنت منزلة فيديو خامة كتان على قطن. ده يعتبر من نفس الخامة ونفس الظهر بتاع القماشة. اما ده بقى الكتان بتاع مصنع ناجح اللي انا كنت دايما بصوره هنا، واللي احنا بنشتغل بيه معظم الشغل بتاعنا. بننزل نشتري الكتان دوت. دي الخامة بتاعت مصنع ناجح. الخامة زي ما انتم شايفين وشها زي ظهرها، وطبعا اتكلمت عنها كتير فما فيش داعي ان احنا نعيد الكلام تاني. هي طبعا بيبقى فيه منها الوان كتيره، بتبقى نازل الكارتيلا بتاعتها. الكافيهات بيبقى نازل منها الوان كتيره قوي. الكشمير بيبقى درجتين او ثلاثه، المنت درجتين بس، الجنزيري درجه واحده. يعني بيبقى فيه درجات في الالوان الغامقه محدوده، لكن الكافيهات كلها الوان غامقه. المهم القماشه اللي انا جايباها لكم النهارده احنا شغالين بيها اهيت، عاملين منها الركنه. طبعا الركنه لسه بتتنجد، وهوريها لكم كمان واحنا شغالين بيها خياطة. وزوجي شغال دلوقتي بيخيط على المكنة، فهوريكم الخامة واحنا شغالين بيها. هي خامة بصراحة جميلة ومحملة، وتعتبر سعرها حنين شوية عن كتان ناجح. طبعا كتان ناجح ده كل ما ننزل نشتريه كل مرة بيبقى أعلى من المرة اللي قبلها، حتى لو مثلا ما بين المرة والمرة أسبوع واحد أو يومين ثلاثة بنشتريه بسعر أعلى. المصنع مغلي قوي فيه.